ديبالا ورونالدو، الثنائية الذهبية التي غيرت وجه يوفنتوس في عالم كرة القدم. بعض اللحظات لا تنسى، وبعض الشراكات تترك أثرا لا يمحى. ومن بين تلك اللحظات لمع نجم ثنائية كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في صفوف يوفنتوس، لتشكل معا أحد أقوى الثنائيات الهجومية التي عرفها الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة. لم يكونا مجرد نجمين يرتديان نفس القميص، بل قصة كروية تروى. الأرقام لا تكذب. تأثير الثنائي بالأرقام حينما اجتمع كريستيانو وديبالا في الملعب بدأ أن شيئا مميزا يحدث. ووفقا لإحصائيات فوتبول إيطاليا، فإن البيانكونيري حقق الفوز في 15 مباراة من أصل 19 حين لعب الثنائي سويا، بنسبة نجاح بلغت 78.9%. وخسر الفريق 3 مباريات فقط وتعادل في واحدة. لم يكن الأمر يتوقف عند عدد الانتصارات، بل إن أداء الفريق الهجومي قفز إلى مستوى آخر. فقد أصبح الفريق يسجل بمعدل هدفين ونصف في المباراة بوجود رونالدو وديبالا، مقارنة بهدفين ونصف فقط بدونهما. بل وحتى معدل النقاط كان أعلى ب 2.3 نقطة لكل لقاء حينما يتواجد الثنائي معا. والأكثر دهشة، في 18 من أصل 19 مباراة سجل أحدهما على الأقل هدفا، رقم لا يعكس مجرد كفاءة هجومية، بل انسجاما نادرا تناغم داخل الملعب وذكاء تكتيكي. رغم ما يشاع عن صعوبة مزاملة النجوم الكبار، أثبت رونالدو وديبالا العكس. ديبالا المعروف بخفته ومهارته الفنية أظهر مرونة غير عادية حين غير مركزه مرارا ليمنح رونالدو المساحة المناسبة. لم يكن مجرد مهاجم ثان، بل كان صانع إيقاع متنقل، ينزل إلى وسط الملعب لبناء الهجمة ويصعد فجأة ليشكل خطورة. أما رونالدو فكان الماكينة القاتلة في منطقة الجزاء، لكن ما ميز تجربته مع اليوفي هو قدرته على التكيف. لم يكن ذلك اللاعب الذي ينتظر فقط الكرة، بل شارك في التحولات، فتح المساحات، وتعاون مع ديبالا في مشاهد خلابة من التفاهم الكروي. خلف الكواليس، ديبالا يتحدث بصراحة في مقابلة صريحة مع صحيفة جارديان. قال ديبالا: أنا اللاعب الوحيد الذي يتشارك غرفة الملابس مع كريستيانو وميسي. الناس يرون فقط قمة جبل الجليد، ولا يدركون كم العمل والتضحية خلف هذا المجد. وحين سئل عن المقارنة بين ميسي ورونالدو، ضحك وقال: أنتم تعرفون جيدا أنني لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. لكنه لمح إلى حجم التأثير الذي يحدثه اللعب بجوار نجمين من هذا العيار. لا أريد أن أكون نسخة من أحد، أريد أن يتم الحديث عني وحدي، وأن أفوز بأشيائي أنا. منطقة الذكريات. لحظات لا تنسى أحد أبرز مشاهد الثنائية كان ضد إنتر ميلان، حين صنع ديبالا هدفا لرونالدو بتمريرة فنية من عالم آخر. ارتفعت الجماهير من مقاعدها وهتفت باسم الثنائي: ديبالدو ديبالدو. في تلك اللحظة لم يكن أحدهم أعلى من الآخر، بل كانا معا على قمة المجد. يوفنتوس في عهد ديبالا ورونالدو ذلك الموسم شهد تسجيل رونالدو ل25 هدفا وصناعة 3 آخرين خلال 33 مباراة، في حين سجل ديبالا 12 هدفا وصنع 12 آخرين في 33 مباراة. لم يكن مجرد موسم من الأداء الجيد، بل مرحلة انتقالية عاشها اليوفي بهوية هجومية جديدة لم تكن مألوفة في تورينو. وجود هذا الثنائي أجبر الفريق على تغيير فلسفته من الاعتماد الكامل على الدفاع إلى المراهنة على الإبداع والسرعة في الهجوم. وبفضل هذا التغيير كان الفريق منافسا حقيقيا على كل الجبهات: الجماهير والحنين إلى الماضي القريب. الجماهير التي عادة ما تكون منقسمة في تقييم النجوم اتفقت على شيء واحد: رونالدو وديبالا كان حالة خاصة. بدأت القمصان التي تحمل رقميهما تباع معا وصورهما تنتشر في كل مكان. لم تكن مجرد علاقة زمالة، بل كيمياء تحولت إلى عشق جماهيري. ماذا لو استمرت الثنائية؟ سؤال يطرحه كل من أحب البيانكونيري في تلك الفترة. ماذا لو بنى يوفنتوس فريقه بالكامل حول هذا الثنائي؟ هل كان يمكنه حصد دوري الأبطال؟ هل كنا سنشهد هيمنة أوروبية؟ الإجابة ستظل معلقة في ذاكرة المشجعين، لأن الثنائي لم يكمل مشواره طويلا. فقد غادر رونالدو في طريقه إلى مانشستر يونايتد، وتبعته رحيل ديبالا لاحقا إلى روما. لكنها كانت فترة قصيرة، مكثفة ومليئة بالجمال.
ختام. عندما تلتقي الموهبة بالإرادة، قصة ديبالا ورونالدو مع يوفنتوس ليست مجرد فصل في كتاب النادي، بل حكاية عن الانسجام، عن كيف يمكن لشخصيتين قويتين أن تتحدا وتصنعا شيئا أكبر من مجموعهما. لقد أثبتا أن كرة القدم ليست فقط مهارة أو قوة، بل أيضا احترام وتفاهم وتضحية. ربما لم يحققا كل ما أراداه، لكنهما أهديا الجماهير لحظات لا تقدر بثمن. وبين أروقة ملعب أليانز ستاديوم وبين ذكريات الجماهير ستظل تلك الثنائية تروى، لا كإحصائية فقط، بل كأسطورة.